بدأ في جزء بيتنفخ اهوت. لو احنا شايفين هدي النار شوية عشان ما يتحرقش بسرعة. زي ما احنا شايفين بدأ يتنفخ اهوت. طبعا احيانا ممكن نحاول نعمل كده، بس يعني ايه، نمسك حاجة بالراحة عشان ايه يعني الحرارة توزع عليه كله. طبعا احيانا بنحط الرده برضه بتبقى حلوه. هو هنا بقى كمان الجزء بتاعه يعني ايه اتفتحت هنا، فمش هيكمل تقريبا النفخ بتاعه كده. نعمل واحد تاني كده. التسويه كويسه جدا يعني. بعدين هو في البيت يا جماعه، يعني لو حبه دقيق حد حابب يجرب ممكن نجرب في نص كيلو او كوبايتين 3 دقيق، مفيش مشكله. يعني انا بالنسبه لي جربت كده كذا مره. نشيله ده كده. نعمل واحد تاني وكده برضو. ادي واحد تاني فردته. طبعا طريقه الفرد سهله يا جماعه، احنا بس وريناكم اهم حاجه كميه الدقيق اللي بنحطها، ولما نحطه على النار ايه نعمل ايه بالظبط. بصوا منفوخ كده وطري وحلو جدا. لو بقى الولاد حابين سندوتشات بقى، ممكن دوت نعين منه جزء في الفريزر طبعا، ايه للسندوتشات لو حابين، افضل من الفينو. احنا بنستنى دقيقتين اول ما تبدا الفقاقيع اللي هي في الهواء تبدا تتنفخ، بنروح قلبينه على طول عشان يبدا ايه يستوي كله مع بعض. هنا بدا في حاجه بتنفخ اهي واحده واحده. طبعا انا بعلي النار وبهدي النار، يعني مش ماشيه على حاجه واحده. احنا بنهدي شويه وبنعلي شويه عشان ما يتحرقش ويستوي براحته. هنا بدأ يرتفع واحدة واحدة. بس طبعا زي ما قلت لكم مش لازم كله يبقى منفوخ يا جماعة، يعني في واحد وواحد كده. دايما نحاول نحركهم